السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم اسماء. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير لكم حلوه اللوز على شكل قلب. كانت طلبتها مني متتبعه مده هذه، وبما اني صوبتها فكرت انني نصورها. غادي نخلي لكم المقادير اسفل الفيديو، نخليكم مع الطريقه. غنديروا كويرات بوزن 15 غرام بعقده اللوز. كنذكركم بان المقادير اسفل الفيديو. غطيوهم بالبلاستيك باش ما يبقاوش متعرضين للهواء. غادي نبسطوا العجينه تاع الحلوه بالدلاك حتى تولي رقيقه، واستعملوا شويه تاع الدقيق ولكن حاولوا ما تكثروش. الوصفه تاع العجينه تاع الحلوه غادي تلقاوها اسفل الفيديو. باستعمال الجراره غادي تقطعوا مستطيل بعرض 11 سنتيمتر. غادي تاخذوا كره اللوز اللي صوبنا في الاول وغادي تحربلوها بحال هكا. غادي تحطوها على الطرف وغادي تدوروها 2 دورات وتبسطوها. دابا غادي تخليوه واحد شويه وتقطعوا بالجراره. غادي ديروا الجهه اللي فيها الحاشيه العاليه من الداخل وغتلويوها للوسط بحال هكا من جوج تجويه، وحاولوا يكونوا الجهات بجوج قد باش ما تجيناش جهه كبيره وجهه صغيره. منين تاكدوا بلي الدورات قد قرصوا الحلوه من الوسط بحال هكا باش تولي على شكل قلب. ملاحظه اللي كيبغي ينقش هاد الحلوه ينقشها دابا قبل ما يصاوب الثانيه حيت العجينه كتكرم. غادي نعاود نصاوبها مره اخرى. وكجميع حلويات اللوز غادي نغلفوها بالبلاستيك وغادي نحطوها في الثلاجه حتى الغد ليه ونطيبوها. الغد ليه غادي نجبدوها ونحطوها على ورق الحلوى، وكل حلوه غادي نتقبوها بعود الاسنان بحال هكا. وندخلوها طيب 12 دقيقه على 160 درجه اللي هي حراره منخفضه. الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت، واللي عندها المروحه ديرها. مباشره منين كيخرجوا من الفران غادي ندهنوهم بالعسل ولا بالناباج، ولا غادي نطفيوهم في العسل. وكلمسه اخيره غادي نزينوهم بالعقيق ديال السكر باللون الفضي. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ان هذه الحلوه تكون عجباتكم، واللي عندها شي سؤال تخليه لي في كومونتير ان شاء الله غادي نجاوبها عليه. واللي عندها شي شكل الحلوه بغات نصوبوا لها تصيفط لي الصوره تاعها في الفيسبوك ان شاء الله نصاوبها. وبصحه وراحه.